ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد العال من برنامجكم شجع صح. وبعدين يا جماعة، في خالد الغندور قناة الزمالك بقالها ساعتين ونص امبارح ما بتتكلمش غير على الأهلي. وبعدين قعدت اتفرج على البرنامج امبارح ساعتين و45 دقيقة بيتكلم على الأهلي ولجنة المسابقات وحسين الشحات. أنا والله العظيم طول ما أنا قاعد عمال أقول الله يسامحك يا حسين، الله يسامحك يا حسين يا شحات على اللي أنت عامله فينا ده. خليت كل الناس اللي يسوا اللي ما يسواش يتكلم، من خالد الغندور لعمرو أديب ليه كله عمال يتكلم، والناس زي اللي ما صدقت مسكت. مش عايزين نقول يعني ما صدقوا مسكوا حاجه. تعال كده نسمع مقطع لخالد الغندور كان بيقول امبارح على قناه نادي الزمالك عن حسين الشحات ولجنه المسابقات. تمام، لكن هو اهلاوي رهيب. فوجئنا بالحاج عامر. الحاج عامر احنا عايشين معاه قصص وحكايات وروايات. حاج عامر في يوم قال لك طالما مش في الشريط الاصلي للمباراه لجنه الانضباط هي المسؤوله، مش في الشريط الاصلي للمباراه لجنه الانضباط هي اللي مسؤوله. طالما الحكم ما شافش والمراقب ما عملش وما قدرش فجاه الماتش خلص الساعه 11 بالليل، الساعه 12 الظهر اتخذ قرار بايقاف حسين الشحات ماتشين فقط، مع ان ما بتبص على اللائحه تلاقي ان السب فقط، يعني واحد يسب بس 3 ماتشات. محاولة الاعتداء، يعني لو حاولت مش اعتديت، لو حاولت 4 مباريات، لو حاولت. اتخذ قرار ماتشين ولم يترك الموضوع لجنة الانضباط. والحكم نفسه لا يمكن يكون لحق. الحكم مروح الساعة 12 بالليل من بيتهم، روح عقبال ما خد دش وبتاع، روح على الساعة 1 بالليل، ما لحقش حتى يبعت التقرير خالص. وياما شفنا الحكم يعني قال لك انا لا استطيع انا اتخذ قرار ضد محمد الشناوي وعلي معلول لان الحكم شافهم والحكم ما كتبش حاجه في تقريره، فانا ما اقدرش اخد اي حاجه. تمام، انا ما اقدرش اخد اي قرار طالما مش في الشريط الاصلي للمباراه. ده كلام بنسمعه دايما من الحاج عامر حسين. طيب ايه وجه الاستعجال في فكره انه ماتشين؟ هنا بيمنع ان القصه دي تروح للجنه الانضباط. لجنه الانضباط عملت كارثه يعني قبل كده، انها عملت 12 ماتش على كهربا يعني، ولم ينفذ القرار. فالاستعجال كان غير طبيعي، يمكن لتهدئه الراي العام. فكان القرار لتوليع الراي العام، يعني قرار ايقاف حسين الشحات بعد الالم الغير مبرر والغير منطقي اللي عمله حسين الشحات ده. وده اللي هيودينا لبعض الصور اللي هوريها لكم. فكان قرار غريب قوي من الحاج عامر حسين، يعني غير معتمد على اي شيء غير على انه بيجامل النادي الاهلي، وانه بيجامل مسؤولي الاهلي، وانه بيطبطب على حسين الشحات. اي واحد شاف الفيديو شاف فعل حسين الشحات بما فيهم الاهلاويه كانوا مستائين جدا 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 من يعني الفيديو المسيء جدا، مش لحسين الشحات فقط ولا للنادي الاهلي، لا بل مسيء كمان لكل لعيبه مصر. ان لاعب يعمل زي حاجه زي كده، وللاسف انه عمل ده في لاعب مغربي مش لاعب مصري زميله يعني. فعشان كده الدنيا كبرت شويه وبقى في تدخلات شويه، وابتدت الناس لا ولازم عقوبه سريعه وما اعرفش ايه. غير كهربا العقوبه بعد 4 شهور، وبعد كده بعد العقوبه بعد 4 شهور ما فيش عقوبه، وبعد كده حتى عشان ما عاقبش كهربا الزمالك ينسحب، مش مهم يعني في كده. لكن لما بتيجي حاجات جامده بقى، حاجات تدخلنا في مشاكل وبتاع، لا ما بديهاش بقى، لازم اخد قرار. وعمال من حسين الشحات رجعنا للشناوي ومعلول لما ضربوا الشيبي والحكم كان واقف بيحوش وما اتكلمش وما قالش. يا عم انت بتتكلم في ماتش فات وعدى. ما احنا ممكن نقول لك ماتش الاسماعيلي
وباهر ضرب محمد هاني، وهنفضل نرجع 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 نرجع. وبعدين انت بتقول لي اللي عمله حسين الشحات اساءة لمصر كلها مش للنادي الاهلي. امال اللي عمله شيكابالا في الامارات كان ايه؟ ابو ظبي لما قلع هدومه للناس كده ما كانش اساءة؟ ولا الاساءة بتطلع من الاهلي بس؟ لما شيكابالا رفع الجزمة في وشكوا كده ما كانش اساءة؟ لما كهربا تف عليكوا كده والتفه طالعه قد كده ما كانتش اساءة؟ ما تتكلموش كلام بس من جنب واحد ومن ناحيه واحده، تحللوا ليكم من ناحيه وللاهلي حاجه تاني خالص. يعني بتاع لجنه المسابقات طلع اهلاوي، وبتاعه الاذاعه والتلفزيون طلعت اهلاويه، كله اهلاوي عندكم وكله مضطهدكم. مش عارف هتفضلوا عايشين في دور المظلوميه ده لحد امتى؟ تعالى بقى اللي كان بيعملوا دونجا في اللعيبه. شوفوا الكابتن خالد الغندور بيدافع عنه بيقول ايه. اسمع. يمسك الشورت كده وبيمسك بايد كلها ما اعرفش، وزيزو يعني ما لا يلتفت، يعني لا يلتفت مثلا، مفيش حاجه حق يعني لا يلتفت. ايه ده شوف عمل ايه، ده شوف عمل ايه في زيزو، ده ايحاءات، ده قله ادب، ده ما تعاقبش ليه؟ مع ان انا حسام غالي مش بايده كلها بقى، حسام غالي يعني بان لقطه كده، فانا قلت يا جماعه في الدوري الانجليزي بتحصل. بركات راح بيعمل كده ان هو جاب جون التعادل فبيعمل كده، فطبعا لما بيعمل كده مش ما بيبقاش ضامم ايده كلها، فبانت للناس انه بيعمل اشاره مش كويسه، فدافعت عنه وقلت ان بركات عملها قبل كده اكتر من مره وما اعرفش ومش قصده. لكن انت عايز توصل للناس وبقى ايه مع الضغط، مع نقل الفيديوهات، مع شويه بقى سوشيال ميديا، مع شويه مزيكا بقى حزينه، مع شويه مزيكا دينيه، فايه بتوصل ايه ده يا نهار ابيض كارثه ومصيبه ودونجا وعمل فعل فاضح وزيزو يعني وهو بيتعمل فيه فعل فاضح لم ينتبه. يعني بيقول لك زيزو ما كانش ليه رد اي فعل ولا اي حاجه، ما كانش ليه رد فعل. مبسوط يا سيدي، انت زعلان ليه؟ هو الراجل مبسوط، هو دونجا مروق على اللعيبه بالزمالك، ايه المشكله يعني؟ هم راضيين ومبسوطين. يعني الواحد مش عارف يقول ايه يعني. الكاف بعد كده هيبعت لكل الفرق تحليل مخدرات، ها؟ اما الزمالك هيبعت تحليل مخدرات واختبار حمل. فاحنا مش عارفين نقول ايه يعني عن اللي بيحصل في الزمالك. واي واحد يطلع يتكلم في الموضوع ده تطلعوه، حتى ميدو انتمكم طلعته، مع احترامي ليك يا ميدو، مش مع احترامي ليك يا ميدو، ومش عايز يتكلم على الموضوع دونجا وما يقولش كده عيب. لا مش عيب، اللي حصل ده مش عيب، ده ناس مع بعضيها حبايب اصحاب، ناس مقضيه مع بعضيها. طب اما تخرجوا من الملعب، طب ما تفضحوناش قدام الدنيا كلها. النادي الاهلي ده نادي كبير، نادي عظيم، نادي تاريخ. هم كلهم احنا مظلومين، الاهلي قراره بيمشي، الاهلي. طب يا عم لازم الاهلي قراره يمشي، لان الاهلي على حق، الاهلي صح. انت يا عم خالد يا غندور، ها؟ عايزين تلعبوا في كاس النخبه اللي هو كاس السوبر. اول ما سمعتوا ان الاهلي هينسحب انتوا عايزين تلعبوا. انتوا بتقولوا ما احنا الاهلي انسحب من كاس الرابطه. انت مش عارف الاهلي انسحب من كاس الرابطه ليه اصلا؟ ما انت لو بتقرا لائحه كنت عرفت الاهلي انسحب ليه. انت عندك في كاس السوبر اللائحه بتقول 1,000,000 جنيه وسنتين ايقاف للي ينسحب. انتوا قلتوا لا احنا اعتذرنا ما انسحبناش، احنا قلنا لاختنا بيراميدز تروح مكاننا، احنا اعتذرنا، كان ورانا مشوار. اعتذرتوا 500,000 جنيه وسنه حرمان من البطوله. قلتوا لا ما الاهلي اعتزل من كاس النخبه، قال مش هلعب وانسحب قدام المصري. طب يا حبيبي ما انت ما بتقراش لائحه، اللائحه بتقول مفيش اي شروط للمنسحب من كاس الرابطه، لانها بطوله لسه جديده ولوائحها يعني ما فيش اي عقوبه في اللائحه. ولو في عقوبه كان الاهلي التزم ولعب،
الاهلي ما بينسحبش، ما عندناش اتوبيسات بتعطل على اكتوبر، فاحنا مش عارفين نعمل ايه مع ابليس الاعلام ده. الناس شغاله بس فتنه فتنه فتنه، عايزين يعملوا فتنه بين الاهلي وبين جماهير المغرب ليه يا عم؟ الحقوا جماهير المغرب عشان زعلانه، طلعوا القرار في 24 ساعه، طلعوا القرار في دقيقتين، ده كانوا شغالين بالليل بيعملوا القرار. مين اللي قالك يا عم كانوا شغالين بالليل؟ انت كنت قاعد معاهم. ومبسوط قوي ان امام عاشور سب وشيكابالا غلط وده عمل وده عمل وده عمل. اول ما امام عاشور جه عند الاهلي قعدوا لوك 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 لوك، ده كان بيعمل، ده كان بيشتمكوا، ده كان بيوديكوا. يا عم على الاقل اللي غلط وتاب احسن من اللي كبر وخاب. عيل وغلط، عيل وغلط واحنا هنربيه. ما احنا اللي بيجي من عند العالم احنا نربيه. مش شايفين كهربا ولا ايه؟ مش شايفين كهربا؟ بصوا اللي هيقول لكم كلمتين ويرد عليكم الاسطوره كابتن محمود الخطيب. احنا النادي الاهلي مش ممكن يرد. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره جدا، ما ينزلش ابدا لهذا الاسلوب. ولكن ده مش معناه ان النادي الاهلي بيسيب حقوقه ابدا. النادي الاهلي، وبقول للاشخاص دولت اهتموا بنفسيكم، مالكوش دخل بالاهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمه الاهلي كبيره جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي. فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لافشال الاخرين. بيشتغل عشان يفشل النادي الاهلي بس. ده امر عجيب وامر مش هيستقيم ومش هيستمر. عشان كده بنقول تاني، النادي الاهلي راقي، النادي الاهلي له من مستوى الرقي والاخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب انا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس ان احنا بنفكر في الموضوع ده ازاي. بس انا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحه اللي احنا فيها. عشان كده برجع تاني اكلم جمهورنا واكلم اعضائنا واكلم لاعبتنا، كل من ينتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا، والنادي الاهلي اكبر من اي حد. النادي الاهلي خيره على اي حد. علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحه بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي وهنقعد معاه، هعيش مع حضراتكم بالتفصيل فيه ان شاء الله قريب. يجب ان تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الاهلي خلال السنتين ونص اللي فاتوا امر يعني يجب ان احنا جميعا نفخر به. ومهما عملنا، انا او مجلس الاداره كله زمايلي وانا مش هنوفي الناس قدرهم. مهما عملنا احنا بنشتغل علشان هذا الصرح الكبير. افرحوا بناديكم، اسعدوا بناديكم، كونوا فخورين بناديكم، وان شاء الله دايما الاهلي في المقدمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اظن بعد كلام الكابتن محمود الخطيب مفيش كلام تاني. فضلا وليس امرا، يا ريت تدعمونا بلايك كده. كل الاهلاويه، انا عارف الاهلاويه بس اللي هتعمل لايك، الزملكاويه لا. فطبعا الاهلاويه كتير ما شاء الله عليهم يعني، اعملوا لنا لايك وشير كده عشان الفيديو تشوفه كل الناس. السلام عليكم.